أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج أحلام شبابنا، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. طبعا النهاردة موضوع حلقتنا عن التنمر. التنمر بقى ظاهرة طبعا شائعة في الفترة دي، وهو طبعا شيء مش مستحدث، شيء من زمان جدا. التنمر مع الطلبة في المدارس، التنمر مع الطلبة في الجامعات، التنمر في حياتنا كلها، بقينا نتنمر على بعض. دايما الطرف الأقوى هو اللي دايما يتنمر على الطرف الضعيف، سواء فرد سواء جماعة. التنمر ده هو عبارة عن ايه؟ سلوك عدواني. مجموعة أو فئة من الشباب دايما يحبوا يتنمروا على بعض. ازاي؟ بمعنى ايه؟ بمعنى واحد مثلا في الجامعة زميل من نفس من زميله، فيتنمر عليه، يتريق عليه في وسط صحابه في الجامعة، يقول له مثلا انت كذا، انت تخين شوية، انت رفيع، انت مش عارف ايه. الكلام السخيف اللي هو بنسمعه دايما وبنردده، او بعض الشباب بيحب يردده. طبعا التنمر ده بيبقى له تأثير كبير جدا نفسي على الشباب وبعض سواء طبعا من ناحيه مش الشباب وبس، كمان في المدارس، ولكن هي الاغلبيه العظمى بتكون مع الطلبه في المدارس، دي الاغلبيه العظمى. لكن التنمر طبعا مع الزملاء في الشغل او في اوقات العمل. حد دايما حاسس ان الحد ده هو حاسس ان هو بيستضعف شخص ما او شخص معين، فدايما يتنمر عليه عشان يحسس الطرف ده ان انا الاقوى. هو دايما يحب السيطرة والهيمنة، ان هو الشخص المسيطر المهيمن على الشخص الضعيف. طبعا الشخص ده بيكون ما بيردش طول وقته، ما بيردش، هو مستضعفه، دايما يحسسه ان انا الغلبان المستكين المكسور، فالتاني يزيد. او مجموعة من الشباب برضو بيتنمروا على شخص او على فرد. طبعا دي صفة ذميمة جدا، و طبعا ده مش في اخلاقنا ولا في ديننا. التنمر والتخلص ودور الأسرة لها دور كبير جدا في معالجة الصفة الذميمة دي. بمعنى ان انا اغرس طول الوقت الصفات الحميدة في ابنائي، لان طبعا دور الاب والام مسؤولين مسؤولية كاملة جدا، مسؤولين. يعني دور الاب والام لهم دور كبير جدا ودور فعال في المسألة دي، في الموضوع ده لهم دور. ازاي؟ ان انا الوازع الديني لازم يكون غالب في البيت، احسه دايما على يعني مش هقول ان احنا ملايكة، لا، بس الدين في حياتنا، الدين في كل تصرفاتنا، في كل حياتنا لازم بنتمسك بالدين بتاعنا. الدين بتاعنا دين جميل جدا، علمنا حاجات كتير جميلة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا محمد وصفه بإنك لعلى خلق عظيم. ما قالش انك على شكل جميل، ولا قال ان انت يعني في يعني سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا سواسية، خلقنا كلنا لا فرق بين عربي او عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. ربنا خلقنا بشر كلنا متساويين، حتى في الارزاق ربنا خلقنا متساويين. اللي ما عندوش اولاد ربنا بيوسع في رزقه، واللي ما عندوش رزق كبير واسع ربنا بيديله اولاد، واللي ما عندوش صحة ربنا يعني كلنا يعني متساويين في الارزاق. فما ينفعش ان انا طول الوقت حتة ان انا
دايما اغرس في ابني الاخلاق الحميده، الاخلاق الفضيله، يعني دايما الفضيله اغرسها في ابني في بنتي. اقول لهم احسوا دايما على الدين، لان الدين هو اللي بيمنعنا من كل التصرفات دي وكل السلوكيات دي. لو انا عندي ايمان بالله كويس وعارف ديني بيحسني على ايه، همشي بطريقه مع الناس، لان دين المعامله. دي حاجه. الحاجه التانية التنمر. بقى دايما انا اشوف ده وبشوفه برؤى العين، اشوفه لان انعدمت الاخلاق. هو كان زمان موجود، كان زمان في المدارس ايام ما كنت يعني مثلا في جيلنا كان موجود التنمر، ان احنا بنتنمر على بعض. التنمر ده تنمر لفظي، تنمر يعني بالالفاظ، تنمر بالجسد، الضرب، بالعنف اللي هو فرض العنف والهيمنه والسيطره. دايما الشخص ده بيحاول يضرب زميله، يستقوى عليه، يحسسه دايما انه انا القوي عنك، انا اقوى منك، انا افضل منك، انا احسن منك، انا مميز عنك. فاحنا لو غرسنا في اولادنا ان احنا كلنا سواسية، مفيش فرق، الظاهرة الشائعة دي مش هتكون في مجتمعنا. بس ممكن حضرتك انا بدور على شغل، ممكن اشتغل عندك هنا في المحل او اي حاجه عندك. اشتغلت فين قبل كده؟ انا اشتغلت في كذا محل، اشتغلت في الادوار بتاع الحلويات، واشتغلت عند السباعي، وممكن حضرتك لو في مكان في المحل اشتغل هنا معاك. هو مشغول. خلاص ممكن اجربك معايا يومين هنا، تقف معايا في المحل وكده. ربنا يخليك يا استاذ، وانا ان شاء الله يعني هشرف حضرتك بامر الله. انت منين؟ انا هنا بيتنا هنا بعد شارعين هنا من الشارع الرئيسي. لا ما عندناش شغل. لا حضرتك ما انت وفيت الوقت. ما عندناش شغل يا ابني، روح عشان نشوف اللي ورانا. لا الله يسهل لك. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه. الو سامعي؟ ايوه يا فندم. معاك محمود. محمود منين؟ استاذ محمود حضرتك؟ انا غربيه. اهلا وسهلا بحضرتك وباهل الغربيه. غربيه. انا معاك في تانية كليه تجاره. حضرتك في تانية في كليه تجاره. اهلا وسهلا. كده تانية. انا حسيت ان انا بحب العزله، بحب دايما اول لوحدي، ما بحبش الخطاب لحد، بفضل انفصال عن كل الناس. حضرتك بتحب العزله، بتميل للعزله يعني بتحب تقعد لوحدك كتير. العزله انا ما بحبش اقعد مع حد، وما بحبش اتكلم مع حد. ايه اسباب العزله والانطوائيه اللي انت فيها دي يا استاذ محمود؟ عشان دايما كل الناس تتريق عليا. الناس بتتريق عليك؟ تنمر يعني. ومحسسني دايما ان انا انسان يعني ولا حاجه، ان انا يعني مش حاجه، ان انا يعني ضعيف البنيه، جسمي ضعيف، هم اقوى مني. دايما كان تخين، وزن تخين في الجسم بتاعي. يعني انت تخين في الجسم يعني عشان كده بيتريقوا على انك تخين. لما اتكلم كمان معاهم انا يعني بحب ما اعرفش اتكلم مع حد غلبان في حالي كده، ما عنديش يعني تفتح زيهم. هم من وعشان الاسباب دي انت بتميل للعزله وبتحب تقعد لوحدك طول الوقت. طيب حصل استاذ محمود، حصل تطاول بالايد مثلا يعني بالضرب او حاجه، يعني مش كان مجرد بس بالالفاظ، وحصل تطاول بالايد بالضرب بالحاجات؟ احيانا بالالفاظ،
واحيانا اما انا ارد عليهم او انا يعني ادافع عن نفسي مثلا قدام النوم، هم بيتلموا عليا بيضربوني ساعات بعض الاحيان. يعني أنا ما انت بعرفش أرد معاهم. بتواجه عنف من قبل جماعة مش فرد لوحده، يعني لا، مش شخص أكتر بعينه من واحد. اللي بيتنمر عليك او انه بيضربك او انه بيتطاول عليك بالالفاظ او بالضرب، مش شخص. يعني تقصد لا. تقول مجموعة اشخاص او افراد معينين بيضربوك او من اللي هم زملائك في الجامعة. ايوه تمام كده، مظبوط كده. يبقوا اكتر من واحد بيتلموا عليا، ما انا احاول ان انا اتكلم او ان انا ادافع عن نفسي. في بعض الاحيان فبيقوموا عليا يضربوني ويهزقوني، وساعات لو في بقى بنات معديه وانا قاعد. طب ما لقيتش تعاطف من اي حد يعني غير المجموعة دي يا استاذ محمود؟ اي حد في دفعتك في الجامعة ما بيشوفش اي تعاطف من اي حد تاني؟ يعني في ناس بتتعاطف معايا وبتدافع عني في بعض الاحيان، وتخيل اني ساعات كمان بلاقي كمان بنت ممكن هي تدافع عني كمان من قدام النوم، لكن هم بيلاقوا بنت كانت بتدافع عني وكده، فطبعا بيزودوا معايا اكتر العيار بقى بالكلام ويستهزئوا بيا. انت بنت هتحمل بنت، والبنت بتتحمل عنك وانت هتتحمل عن نفسك، وبتخلي البنت هم يدافعوا عنك وبيحموا عني وبيحموا عليك. يا كلام من ده. شكرا لاتصال حضرتك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا. شكرا. طبعا زي ما سمعنا الاتصال الهاتفي ده شاب في الجامعة، اصدقائه او صحابه بيتطاولوا عليه سواء بالضرب سواء بالالفاظ. هو ده التنمر، تريقة علشان هو تخين فبيميل دايما للعزلة وانه ينفرد بنفسه طول وقته، وانه بيتطاولوا طبعا ما عندوش ثقة في نفسه خالص، مهزوز، شخصيته مهزوزة. مش حاسس انه دايما، هو حاسس انه هو دايما منبوذ، شخص منبوذ، فسببت له اثر نفسي. وطبعا يكون انه هو يميل للانطواء او يميل للعزلة ويقعد لوحده، فدي مشكلة نفسية بترهقه. وطبعا دول مش حاسين، مش مدركين مخاطر اللي زميلهم واقع فيها. هما مش مدركين، هما شايفين ان دمهم خفيف، شايفين ان هما بيتظرفوا، شايفين ان هما بيستقوا عليه لان هو ضعيف. هو ضعيف، هو شخص ضعيف، مش ضعيف في البنيان في جسمه، لا هو ضعيف في انه مش قادر يدافع عن نفسه. وده راجع لايه؟ لانه هزوه، خلوا ثقته بنفسه انعدمت. هو ده التنمر، ان دايما الشخص اللي هو بيتنمر عليه شخص تاني بيحس بالضعف، بالاستكانة، بانه دايما ما بيحبش الاجتماعيات، ما بيحبش يقعد مع حد، حاسس ان هو لو قعد مع حد هيكون دايما موضع النقد، موضع تريقة، موضع انه مش هيقدر ان هو يكون ثابت وجوده في المكان. فبيفضل الانسحاب، بيفضل انه يعيش في عالم لوحده. الشخص ده لما يجي يتجوز ويفتح بيت واسرة هيحس بالانكسار، هيحس ان هو مش حاجة، دايما حاسس بالدونية، حاسس ان هو اقل حد. وبيجيلنا SMS ومسجات كتيرة على التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونتواصل معاكم دايما. والى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم احلام شبابنا.